في اوقات كده القدر بيقرر يحطك في اماكن ومواقف بايخه جدا، مواقف لو فضلت عمرك كله بتحاول تخلي مسؤوليتك منها او تخلع منها للاسف مش هتعرف. لابساك لابساك. النهارده جاي اقولك على شويه مواقف منهم وازاي تخلع منها. أهلا بيك في بتوى حاجات. اول موقف معانا لما تركب عربيه صاحبك الجديده لاول مره وللاسف تقرر تعطل منه. لو فضلت عمرك كله تقنعه انك اصلا ما بتحبش العربيات وان الموضوع بره عنك وانك مالكش دعوه، ولا عمره هيقتنع. وغالبا المره الجايه اللي هيقابلك فيها هيجيلك من غير العربيه ويقولك انه باعها. العربية اللي حيلتي باظت. بس في شويه حلول عشان تخلع نفسك من الموضوع ده. اول حاجه انك تبدا تطلع عمرو مجايفر اللي جواك وتحاول تقنعه ان الغلط منه وانك مالكش دعوه خالص. تبدا تساله شويه اسئله ليها علاقه بالعربيات. انت اتاكدت من الزيت؟ طب بصيت على الميه؟ طب انت اخر مره عملت صيانه امتى؟ واكيد في حاجه منهم هيقول لك عليها تصدق عندك حق. واول لما يقول الرد ده تبدا تقول له والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ تاني حل معانا انك اول لما تركب معاه العربيه وقبل ما اي حاجه تحصل تفعل وضع الناس بتاعه البخور. تبدا تقول له ما شاء الله ولا اله الا الله، يعني اي ذكر انت حافظه تقوله له، بحيث ان لو اي حاجه حصلت في العربيه لا قدر الله يبقى الموضوع بره عنك. انا من ساعه ما ركبت وانا بدعي العربيه، فانا ماليش دعوه، الموضوع مش بتاعي، بره عني يا معلم. الله 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 الله. تالت حل وده احسن حل واللي انا برجحه، انك ما تركبش معاه العربيه لوحدك نهائي. لازم دايما يبقى معاك واحد صاحبك تاني، بحيث ان لو لا قدر الله حصل اي حاجه يبقى الموضوع لابسه هو. أهلا بيك في بتوى حاجات. تاني موقف بايخ معانا واكيد حصل معاك او مع حد انت تعرفه، ان يبقى في حد صاحبك لسه جايب تليفون جديد وانت بتبارك له عليه وبتبص عليه بتشوفه، هوب وقع منك، هوب جاب شاشه والتليفون لسه جاي ما بقالوش نص ساعه. للاسف المشكله دي ملهاش غير حل واحد بس، انك لو عايز تبارك لواحد صاحبك على تليفون سيبه خليه في ايده، بارك له هو موجود معاك. بس اول لما يقول لك التليفون ده مواصفاته ايه ودنيته ماشيه ازاي، حسسه ان التليفون ده وحش جدا. تبدا تساله بطاريته ايه، حاجته ايه نظامها، وتبدا تحاول تقلل منها واحده واحده، بحيث ان هو ما يفتكرش اصلا انك حاقد عليه. لا، انا بحاول اقلل من الدنيا علشان خاطر لو حصل لا قدر الله اي حاجه يبقى اصلا التليفون مش عاجبني. أهلا بيك في بتوى حاجات. تالت حاجة لما تقعد تتفرج على ماتش كورة ويبقى فيه لعيب كده شكله مهاري حريف بيرقص بيروح وبيجي ويعجبك، وتقول لاصحابك في نفس القعده يا جدعان اللعيب ده خطير جامد جدا، وهوب 10 دقايق يجي له صليبي. صدقني الموضوع ده ملوش حلول خالص. يعني في واحد صاحبنا كان قاعد بيتفرج مع اصحابه، صاحبنا ده كبير شويتين، يعني كان قاعد بيتفرج مع اصحابه على ماتش الكاميرون ومش عارف ايه كده في كاس العالم. كان في مهم لعيب كويس جدا وقوي جدا في الكاميرون. واحد من صحابهم قال لهم اللعيب ده جامد جدا. اللعيب ما كملش 10 دقايق ومات. يعني مش هقول لك اتصاب، مش هقول لك جاله صليبي اكيلس، الحاجات اللي هي بتخلص على لعيبه الكوره، لا هو مات حرفيا مات. ومن وقتها صاحبنا بيحكي لنا ان هو ما بقاش يتفرج معاهم على كوره تاني، والموضوع بالنسبه له انتهى، والراجل اللي عجبه اللعيب ده ما بقوش يقعدوا معاه ولا يعرفوه تاني. الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. موقف معانا ودايما بيحصل لنا كلنا في الشغل، انك تبقى قاعد بتتكلم مع زميلك في المكتب في اي موضوع ايا كان هو ايه، وفجاه يخش عليكم حد المكتب، اول لما يدخل تسكتوا. What? Nothing. طبعا الشخص ده خلاص حط في دماغه ان هو العصفوره، وان انتوا شايفينه عصفوره وبتسكتوا اول لما يتكلم، وهتفضل تلف بقى طول حياتك في الشركه بتحاول ان انت تراضيه، ويبدا يعيش في مود الدراما كوين اللي كلنا بنحاول نهرب منه. وللاسف في بعض الحالات الموضوع بيتطور معاه لدرجه انه بيبقى عصفوره بجد، ويقول لك طالما انتوا شايفيني كده طب يلا بينا بقى. يلا بينا. اخر موقف معايا اللي هو لما تدي لحد تعليق على اي حاجه حلوه هو عملها في حياته وتبوظ. يعني مثلا في يوم كده قررت اعمل نفسي شويه اكل، قمت ظبطت الدنيا، عملت طبق اكل محترم وريحته تلوح. واحد صاحبي كان قاعد موجود معايا وكان لسه مخلص اكل، اول حاجه قالها لي ايه الروائح الحلوه دي، قلت له دوق وبتاع، ما رضيش. لسه جاي بقعد الطبق اتقلب على الارض. طبعا انا عارف ان هو ملوش دعوه، بس تعال اقنع اي حد حصل معاه الموقف ده ان الشخص ده ملوش دعوه ولا هيقتنع، وهو ولا شايفك. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ودي كانت شويه مواقف بايخه قوي القدر بيقرر يحطك فيها، واحنا حاولنا نطلعك منها، بس لو ما عرفتش تخلع منها بالطريقه للاسف مالكش حل. ولو في عندكم مواقف تانية اكتبوها لنا في الكومنتس وقولوا لنا ازاي نخلع منها. أهلا بيك في بتوى حاجات.